نادي الهلال السوداني ينتظر وبقوة قرار لجنة الاستئنافات لنقل القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية. معنى الخبر هنا إن هو بيقول لك أنا عارف إن لجنة الاستئناف هترفض الخبر بتاعي، فأنا كده كده هطلع بعد كده المحكمة الرياضية الدولية. طب حد يدخل يقول لي يا درش هو ليه أصلا الهلال السوداني ما صعدش مرة واحدة؟ معلش، هو دايما بيبقى فيه درجات للتصعيد. بمعنى أنت ما تبقى شغال وقدام منك أو فوق منك مشرف، وبعد المشرف مشرف اول، وبعده مساعد مدير، وبعده مدير. ينفع لما تيجي مثلا تاخد اجازه او في مشكله حصلت تطلع المدير على طول؟ ما ينفعش، مش هيسمع لك اصلا. لازم انت الاول تطلع للمشرف، ومسمى لو مشرف محلش بتطلع للمشرف الاول، ولو هم ما وصلوش للمساعد المدير بتعدي انت فاهمني؟ هي درجات وهكذا. ده اللي لازم يعمله نادي الهلال السوداني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخبار جديده النهارده وحصريه مع مصطفى جابر. في البدايه ما يحلى اي كلام الا بذكر الله، لا اله الا الله. صلى على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. برضو عشان يحلى الكلام اخبط اللايك المتين، عشان بنتكلم عن الهلال السوداني يبقى في عظمه بتحصل، يبقى عايزين 10,000 لايك. وتعالى بينا هنا لما اقول لك شكرا يا هلالابي على دعمك القوي معايا، والله العظيم، سواء على اليوتيوب او الفيس او التيك توك، على ال3 منصات اللي انا عليهم. شكرا على كل لايك بتعمله وكل كومنت جميل. بحاول ارد على كل التعليقات على قد ما بقدر، حتى لو بقلب. كمان في بس حاجه صغيره، في ناس ناسيه تشترك في القناه بتاع اليوتيوب، او ناسيه تعمل لي متابعه على الفيسبوك، فاتمنى اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. الهلال بينتظر قرار لجنه الاستئنافات لنقل القضيه الى المحكمه الرياضيه الدوليه. لاعبو الهلال يصلون كيغالي ويبدأون تدريبات رفع اللياقة على المضمار. الفرسان ينزلون الميدان. ريجيكامب بعد المحاربين يعد المحاربين للنخبة والدوري الرواندي. اكتمال عقد الفرقة الزرقاء بالأربعة تأهبا لمواجهة كيوفو يوم السبت المقبل. عبد الرؤوف يواصل التأهيل بالقاهرة تمهيدا لعودته التدريجية إلى الملاعب. أداما كوليبالي ينتظر الضوء الأخضر الطبي للانخراط في التدريبات التأهيلية. جان كلود مثل الأعلى. فينيسيوس وزملائي ينادونني بفيني. كويس يحدد 22 ابريل موعدا للوصول الى السودان للاجتماع مع لجنه المنتخبات. الفيفا يلزم الاتحادات بانهاء المسابقات قبل 24 مايو بسبب كاس العالم. عايز هنا اخدكم الخبر انا مش متاكد منه قوي، وهو ان احتمال يكون في رجل اعمال ينضم نادي الهلال السوداني او للاداره او كده. لو الخبر ده بجد بتبقى حاجه كويسه. يعني دايما لما يبقى في رجال اعمال محبين، حط تحتها 77 خط، محبين للنادي، ومن ثم بعد كده تعالى بقى بفلوسي هدفع وهسوي وهعمل، انت فاهمني؟ ما عنديش مشكله. بس انا اهم حاجه عندي ان ده يكون محب، مش جاي عشان الشهره، مش جاي عشان يقول ده عمل وده سوى وده، انت فاهمني؟ انا ما بحبش العينات دي، انا بتكلم بكل صراحه، يعني احنا بنشوف منها في النادي بتاعنا. فلو انت جاي عشان الشو كذا مش عايزينك، لكن لو جاي حبا ودعما للنادي، وان حتى لو انت دفعت ممكن ما تقولش ان انت دفعت، اهلا بيك.